السلام عليكم متابعين قناة حب رمان. اليوم رجعت لكم مع وصفة جديدة وهي سلطة الفواكه. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، ولا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك. المقادير ظهرت لكم على الشاشة وتركت لكم إياها بصندوق الوصف. بالنسبة لزلطة الفواكه، أكيد راح تكون الفاكهة اختيارية، اللي يعجبكم، اللي موجود بالبيت، اللي تحبوه، اللي يفضله أولادكم. بالنسبة لهذه الفاكهة طبعا يعني هي صيفية وشتوية بنفس الوقت. صيفية إنه إذا نبردها راح تكون كلش طيبة بالجو الحار، وبالشتاء أيضا راح تكون مفيدة لأن يعني فيتامينات ويحتاج الجسم. وحتى واحد إذا ما عنده واهس إنه يأكل من كل قطعة فاكهة، فيقدر بهذه الفاكهة يجمع أولاده ويأكل الكل، ومن فواكه مشكلة وطيبة وفيتامينات بها ومفيدة بهذا الجو البارد. فبالنسبة لهاي الفاكهة مثل ما شفتوا قطعت أني البرتقال، هاي الكيوي هنا ردت أشوف إذا هاي أكو بداخلها يكون الجذر مالتها كلش قوي، فهنا نطلعه. فالليمون، برتقال، تفاح، أناناس، الفاكهة الموجودة عندكم. طبعا أني هذه الفاكهة أو هذه الطاسة راح أشوفوها راح تصير بالنهاية هذه مكوناتها. أني استخدمتها بنظام الرجيم. طبعا هذه أني مو أنا اللي مسويت، يعني أني سويتها بس مو أني اللي خلينا نقول مخترعتها. الزلاطة مالت الفاكهة بصورة عامة هي يعني نسويها دائما احنا بالبيت. أنا أضيف لها موز، أضيف لها فراولة، أنواع ثانية، أي شيء موجود عندي بالبيت أضيف لها إياه. بس هذه بالضبط مقادير هذه الزلاطة. هذه نوع رجيم أني يعني سويته ونزلت عليه. فأكو بي يوم التنظيف، يسمى يوم التنظيف. تنظف يعني جسمك من السموم، تنظفه من السوائل اللي موجودة بيه. وإذا تاكلون هذه الطاسة لمدة يوم كامل، يعني من الصبح لليل، ثاني يوم توزنون فراح تشوفون كيلو إلى كيلو ونص إنه فاقد جسمكم، وأكيد هذه السوائل اللي طلعت من جسمكم. مثل ما تشوفون قطعت باقي الأنواع اللي موجودة، البرتقال، التفاح، وطبعا الليمون، وهسه بدينا بالأناناس نقشره مثل ما تشوفون. أنا عندي بالصينية، بعدين راح أقشره وراح أسوي عندي قطعة زنجبيل. طبعا أني ما راح أخليها بهذه الطاسة قطعة الزنجبيل، راح أخليها بعدين بالطاسة اللي أني أكلها، لأن هذه الطاسة يعني كلش كبيرة، هي لازم واحد يأكلها طول النهار من الصبح لليل، بس هي يأكلها إذا يستخدم هذا النظام مالت الرجيم. فأني لا، بالبيت يأكلون وياي لأن أحسها كلش كبيرة كميتها. فما خليت الزنجبيل وياها، راح أخليه على جهة وبعدين أخليه بالطاسة مالتي. هنا طبعا التقطيع مثل ما يعجبكم، الأحجام تريدون تكبروها تريدون تصغروها بكيفكم، الحجم اللي تردوه. ومثل ما قلت لكم لأن أني عندي نظام رجيم فاستخدمت بس هذه الأنواع مالت الفاكهة. بس انتو شنو موجود عندكم يعني بالبيت تقدرون تستخدموه. تضيفون الأنواع والألوان، أكو ألوان حلوة مال الفاكهة يعني من واحد يسويها تكون طيبة ومتناسقة ألوانها وشكلها ويشهي. فتقدرون تضيفون أي إضافات ثانية. طبعا الموز طعمه كلش طيب، الأناناس كلش طيب، بس أنا الموز هنا ما مستخدمته. العنب أيضا تقدرون، العنب اللي ما بي نوى تقدرون تخلوه أيضا يعني تقدرون تضيفوا للفاكهة وكلش طيب. فحبيت أشارككم هذه الوصفة. هي طبعا ما يراد لها شيء، وسهلة وبسيطة، بس طيبة ومفيدة بهذا الوقت. ودائما الأولاد ما يحبون يأكلون إلا واحد يقشر لهم ويقدم لهم. فهذه الطريقة حلوة حتى بالمناسبات، بالأعياد، الميلاد، تقدرون تقدموها بكاسات أو بقلاصات. فتكون طريقة سهلة وطيبة ومفيدة والكل يحبها. مثل ما قلت لكم فصل الصيف إذا تتبرد راح تكون كلش طيبة ومنعشة واحد إذا يأكلها. إذا تكون باردة مبرديها قبل وقت الفاكهة،
وفصل الصيف أيضا قلت لكم تكون مفيدة. فأنا هنا هاي الزنجبيل آخر شيء قطعته، بس راح أخليه، ما راح أخليه على هذه الطاسة، راح أعوفه على جهة أنا بعدين أخليه على الطاسة مالتي. وطبعا أنا بالطبيعي أخلي له أيضا عصير، أي نوع عصير موجود عندي، عصير أناناس، عصير برتقال، اللي موجود عندي أضيف الهياه. تقريبا نص الكاسة هذه أمليها عصير وناكلها. بس أني بما أنه قلت لكم هذا نظام رجيم كان عندي أني مستخدمته، فما ضفت لها أي إضافات، فقط اللي كانوا يعني أو اللي نستخدمه بهذا الرجيم أني هذني اللي دخلتن بي. عدا هذا الشيء تقدرون أنتم أي إضافات ثانية، موز، أي نوع فاكهة ثانية، فراولة، اللي يعجبكم، مانجو، أي شيء يعجبكم تقدرون تضيفوه وجربوها، كلش طيبة وأكيد الكل يعرفها. بس حبيت أشارككم بهذا طريقة النظام الرجيم، إذا يعجبكم تجربوها لتنظيف جسمكم ليوم كامل. تقدرون هذه الطاسة تستخدموها من الصبح لليل، أكيد وياها سوائل، شاي، قهوة. عدا هذا الشيء ما يصير تاخذوه، بس هذا ينظف لكم جسمكم من السوائل ومن السموم، وتقدرون تستخدموه إذا عجبكم. وكوصفة كزلاطة أيضا حلوة ومفيدة وصحية لكم ولأولادكم، فجربوها وإن شاء الله تستمتعون. أيضا الأولاد يحبون مرات يقصقصون هم بنفسهم، أنا ابني يحب، يعني هالمرة أنا سويتها وحدي، بس المرات اللي قبل ابني دائما يشاركني بيها، فيحب هو يسويها ويقصقصها وتعجبه. ومن أخليلها طبعا من تدخلوا لها ليمون وبرتقال، من تدخلوها بالثلاجة ما راح يتغير ألوان الفاكهة لأن بها حموضة. الفاكهة هذه التفاح، الموز، يعني إذا تخلوا لها شيء حامض وياها ليمون ما راح يتغير لونها وراح يبقى مثل ما هو. فتقدرون تغطوها وتخلوها بالثلاجة يوم، يومين، 3، وتقدرون تاكلون من عندها. إن شاء الله عجبتكم هاي الوصفة وإن شاء الله تجربوها، ولا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك. ألف عافية، إلى أن نلتقي مع وصفة جديدة من قناة حب رمان، في أمان الله.